صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. من أسهل وألذ المعجنات البوريك بالجبنة. البوريك بالجبنة بنجيبه من الأفران، بنحبه قوي، ولكن النهارده هنعمله بأسهل وأبسط طريقة. وكمان عايزة أقول لكم الكيلو بيرمي كتير. زي ما انتم شايفين كده البوريك بالجبنة عاملاه هاش وخفيف وطعمه في منتهى الجمال، وزي ما انتم شايفين كده طريقة التسوية خطيرة. يلا بينا نشوف الكيلو عملناه كمية قد ايه وبأسهل وأبسط طريقة. جبنا كوباية مية دافية وحطينا 3 معالق من السكر، وحطينا معلقتين كبار هرميين من الخميرة الفورية. هدوبهم مع بعض واسيبهم لغاية ما تنشط. هنا هنستعمل الكيلو 5 معالق من السكر، حطينا 3 وهنحط معلقتين مع السوائل دلوقتي. هنا حطينا 3 معالق من معجون الطماطم. زي ما انتم شايفين كده عندي بابريكا او كركم، مفيش مشاكل، ما عنديش خلاص هنكتفي بالصلصة. حطينا كوباية كبيرة من السمنة على الزيت، وهبتدي ان انا اضيفها، وهضيف الكوبايه الخميره وهقلبهم كويس جدا. هحط كيلو دقيق وهكون لازم نخلاه كويس جدا مع نص معلقه من الملح، وهضيف كمان الكوبايه الميه الدافيه التانية. السوائل لو خدت اكتر من كده مفيش مشاكل، اقل برضو مفيش مشاكل. كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. هنا حطينا حاجه بسيطه على طرف المعلقه من اللون، طعم الصحي ده بيعزز اللون مش اكتر. يعني عندك كركم، عندك كاري، عندك لون، مفيش مشاكل، ده بيعزز اللون ما بيعملش طعم. عندك مفيش مشاكل، خلاص ضيفيه. ما عندكيش الصلصه هتدي لون للبوريك. عجناه كويس جدا وسبته تخمر، وبعد ما خمر زي ما انتم شايفين كده اديته البوكس التمام، وهبتدي ان انا يا اما اشكله دواير كده زي القطايف، يا اما زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اقسم العجينه نصين، وهبتدي ان انا افردها بالنشابه. وهبتدي بعد ما افردها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، افردها كويس جدا. وسبتها اول مره تخمر على فكره يا جماعه عشان ما ننساش. وما عجنهاش كمان كتير، لان اي حاجه فيها سمنه وزيت ما بتدعجنش كتير، يعني ممكن تدعجن دقيقتين 3 بس. وبعد كده هسيبها تخمر وهشكلها زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اعملها زي القطايف، يعني مدوره كده صغير، او اقرصها قطع صغيره زي ما بعمل القرص. اعملي السهل بالنسبه لك. انا هجيب هنا كوبايه وهبتدي ان انا اشكلها بالكوبايه زي ما انتم هتشوفوا كده. بعد ما افردها كويس جدا شكلتها بالكوبايه، وهلم بقيه العجينه برضو هكورها كده وابتدي ان انا اشكلها تاني. هنا حشيتها ايه الاول قبل ما احشيها؟ هبتدي بعد ما اشكلها هبتدي افردها على ايديا، وابتدي ان انا احشيها بجبنه حادقه، جبنه اللي هي اسطنبولي. ما ينفعش اي جبنه فيها ميه يا جماعه، ممكن جبنه رومي، ممكن جبنه موتزاريلا، لكن اي جبنه فيها ميه ما ينفعش، يعني زي الجبنه القريش والكلام ده ما ينفعش. هبتدي ان انا هنا اعملها زي معامله القطايف، يعني بعد ما انا احشيها هبتدي ان انا اقفلها كويس جدا بالظبط اكني بقفل القطايف زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي برضو ان انا بعد ما اشكلها هغطيها علشان تخمر حوالي مثلا ممكن ربع ساعة. طيب انا من فوق الوش هبتدي ان انا بعد ما افردها زي ما انتم شايفين كده احط ايه؟ ممكن احط لبن بالفرشة زي ما انا عاملاه هنا، ممكن صفار بيض بقلب فانيليا وعليها شوية لبن، او قهوة سريعة الذوبان علشان الزفارة. طيب ممكن ان انا اعملها بعسل اسود مع مخفف بشوية مية، ممكن ان انا اعمل سكر وشوية مية، يعني المتوفر عندك. انا قلت لك بدائل كتير. طيب من فوق الوش بنعملها البوريك بالجبنه يا جماعه، ما بيتعملش غير بحبه البركه وممكن سمسم محمص. لكن طب افرض انت ما بتحبيش السمسم ولا حبه البركه، او مش موجودين، ممكن تحطي شمر، ممكن تحطي ينسون، ممكن تحطي كمون، حطي اللي متوفر عندك او اللي يعجبك. لكن الوصفة الأصلية لازم حبة البركة بالذات عن كمان السمسم. زي ما شايفين كده. طب ممكن نحشيها ايه تاني؟ ممكن تحشيها شاورما فراخ، لحمة مفرومة، اعملي الحشو اللي يعجبك. أهم حاجة يبقى الحشو ما فيهوش مية عشان ما يبوظش العجينة منه. في الوقت ده أنا هكون مشغلة الفرن على أعلى درجة. ليه؟ علشان هو ما بياخدش وقت في السوا. هحط الصاج في قلب النص، يعني نص الرف اللي في النص، وبعد كده هشغل اعلى درجة. واول ما يستوي من تحت ممكن ان انا اشغل الشواية، مفيش 5 دقايق بس عشان يدي لون. طيب لو انا ما عنديش شواية واستوى من تحت، هرفع الصاج او الصينية لفوق او الرف من فوق علشان الوش يستوي. زي ما انتم شايفين كده طالع في منتهى الجمال،
وسهل وبسيط، وكيلو دي اخد ما شاء الله كمية كبيرة. زي ما انتم شايفين كده هنسمي بسم الله، وهنبتدي نحطه في قلب الفرن وهنشوف احلى بوريك ممكن تعمليه. زي ما انتم شايفين كده طالع حاجة عظمة. هجيب قماشة فيها مية معصورة كويس، وهبتدي ان انا اغطي بيها البوريك علشان ما ينشفش منا ويبقى طري. اي معجنات لازم نبخها بالمية او نعمل الطريقة اللي انا قلت لكم عليها. زي ما انتم شايفين طالع في منتهى الجمال، هاش وخفيف وطعمه خطير. ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير اشتراك في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس. عملنا احلى بوريك بالجبنه، وزي ما انتم شايفين كده مش دي كلها الكميه، لا الكميه طلعت ما شاء الله ولا قوه الا بالله كبيره. تبارك الله على الطعم وعلى الجمال. واول ما يزيد منا هنبتدي ان احنا نغطيه، ما نسيبوش كده للهواء. هنحطه في قلب ممكن علبه بلاستيك او كيس، ممكن نحطه في الفريزر ونطلعه يفك. بتنفع قوي للاطفال، للحضانات، للمدارس، للصبح نفطر بيه بكوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن كده، وحاجه كده عظمه. ان شاء الله كل وصفاتي تعجبكم وسهله.